السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد. النهارده هنعمل مواهب المتابعين بقى، هنقيم نشوف المواهب بتاعتكم. مفيش غير 4 بس اللي بعتوا لي المواهب. قلت لكم ابعتوا، انتوا حرين بقى، ما تجوش بعد ما اعمل فيديو تقول انا كنت عايز ابعت. فعشان الموضوع ده ما يفوتكش تاني عشان الموضوع ده ما يفوتكش تاني هتلاقي الاسم بتاع الانستجرام هنا اهو، اليوزر نيم، وممكن تلاقي اللينك بتاع الاكونتات بتاعتي كلها، هتلاقيه في الكومنت المثبت او في الديسكريبشن او في البايو، في اي حاجه من الثلاثه هتلاقي اللينك. دوس عليه، هتنزل تحت خالص هتلاقي الانستجرام، دوس عليه واعمل لي فولو، واستنى اي ستوري انزلها عشان تاخد بالك كويس. اول ما اطلب منك تبعت موهبه تبعت، او منك او اي حاجه. فنخش على المواهب العظيمه اللي عندي. نايس. ده الجزء الثاني. اللي ما سمعش الجزء الاول هتلاقوا الجزء الاول عامل له علامه اي هنا، هتلاقوه في علامه الاي. فاللي ما سمعش الجزء الاول يروح يسمعه، كنا بنعمل عليه رياكت انا ومع صاحبي، فروح اسمعوا الفيديو. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعت على الاوهام، ايه يعني تظلمني؟ في ايه بينك وبينها؟ ده اول موهبه كانت معانا النهارده. فلو الموهبه دي عجبتكم، يعني اظن ان انا هاخد تقييم يعني صفر كبير اهو. صفر كبير يا مجاسر. في ناس بتقول ما تضحكش في الفيديوهات. انا في الفيديو اللي فات ما ضحكتش عشان كنت لسه صاحي، فانا لما بكون صاحي ما بكونش طايق حد. فالفيديو ده هتلاقوني بقى عامل كده طول الفيديو، بقى هكون مبتسم طول الفيديو. ما شاء الله. ندخل على اول موهبه عندنا. اول موهبه ما شاء الله عليك يا روضه. روضه عامله بطاطس، يعني انت تاكل صوابعك وراها. يا روضه البطاطس بتاعتك تحفه، ما تعمليش بطاطس تاني. لا انتوا عليكم شويه حاجات. تاني موهبه عندنا موهبه الرسم. ما شاء الله. ايه ده كله؟ اسماء اشرف. ايه ده كله يا اسماء؟ معانا اول رسمه دي، المفروض ملاهي. تمام. ندخل على اللي بعدها. اعماق البحار. اعماق البحار يعني دي. بص لحظه، عشان لازم تقييم. انتوا قيموا معايا برضو، قولوا التقييم بتاعكم في الكومنتات عشان نشوف ايه اعلى حد هيجيب تقييم. ده ليه امر لله بقى، ليه مكافأة مني بقى، مكافأة مالية ضخمة. يجي 10 جنيه مثلا. لو انت عايز تكسب ال10 جنيه، يعني لازم الناس كلها يعني مثلا واحد يقيم 10 من 10 على الصورة المعينة للشخص المعين اللي دي دلوقتي اسماء اشرف. مثلا عجبتك الصورة دي، عايز تقيمها ب10 من 10، تقوم كاتب اسماء اشرف في 10 من 10. فلو اكتر واحد هيجيب لايكات، اللي هيجيب 100 لايك، 100 لايك الكومنت اللي هيجيب 100 لايك لشخص، الكومنت ده يعني اسماء ديت لو جالها 100 لايك على الكومنت اللي مكتوب لها، اسمها هتاخد 10 جنيه. سعادتك بتكلمني؟ عندها مهارة في التصوير ما شاء الله برضو. بالنسبة بقى لان انا قلت الفيديو اللي فات انا هحلق شعري، ما حلقتوش عشان مكسر الصراحة. الصورة دي قيموها برضو في الكومنتات، شوفوا هتدوها كام من 10. صفر كبير اهو. اللي بعده. لا دي كنت عطشانة مش لاقي حد معاه مية فقررت ارسمها. يعني الرسمة دي مثلا تاخد 10 من 10. طب انت فين من الصبح يا اسماء؟ دي مثلا تاخد 8 من 10. دي 6 من 10، في شوية تفاصيل ناقصة. دي 8 من 10. حلو. لا يعني في تطور. المواهب خلصت، محدش بعت. وترجعوا تقولوا يا مصطفى انت ما بتعرضش الموهبة بتاعتي، ما انتوا اللي مش باعتين. فين الباقي؟ صدقني مش بريئة، عاوز تبعد ما تبعد واجرى. الله. لا يا جدعان، لا يا جدعان. يعني دي مثلا الرسمة دي يعني تاخد لها مثلا 11 من 10 او 10 من 10. الرسمة حلوة. ودي 10 من 10. 10 من لا، الالوان حلوة والرسومات جميلة. ده فن. يا اللي بتحب ورق العنب الله وكيل، لا توفوني وجيبوني. قلبي يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول.
والله يا شباب تراني زهقت من حوار الرياكت هذا، واريد اتحدث معاكم، عايز اتكلم معاكم بس مش عارف اتكلم معاكم في ايه عشان ما حدش يزعل بجد. والله انا بعد كده لو اقل من 10 اشخاص بعتوا لي مواهب انا مش هقيمهم، معلش بس يعني عايز شويه عشان الفيديو كده وقته هيبقى دقيقتين. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. بص تعالى نلعب تحدي اللي يغمض عينه هو اللي يخسر، تمام؟ بس بص قبل ما نبدأ، لو خسرت هتقولي في الكومنتات انك خسرت، لو كسبت هتقولي انك كسبت، فما اظنش ان حد هيكسبني يعني. والله انا بعمل اي حاجه ليه؟ لان مبدئيا كده الريتش عندي وقع، وكده ما عادش في حد بيتفرج عليا. هما 100 واحد ولا 200 راجل جدع وست جدعه بيعملوا لايك على الفيديو وايه بيمشوا الدنيا. فاهبل بقى في القناه بتاعتي زي ما انا عايز بقى، اطلع ارقص، اطلع اعمل اي حاجه بس يكون حلال. فانا ماشي معاكم بقى بنهبل مع بعض. والبتاع ده الفيديو اللي فات في ناس كلموني عليه بيقولوا لي ما ينفعش وبتاع. يا جدعان دي بنت اللي في الفيديو، دي بنت مش ولد، بنت مش ولد، بنت اسمها محمود، ولد اسمه محمود. ده كان شخص اسمه محمود من بلبيه. احكي له قصته بقى. ده شخص اسمه محمود تقريبا، هو اللي انا اعرفه اسمه محمود من بلبيه الشرقيه، من المحافظه اللي انا فيها، محافظه الشرقيه من بلبيه. ده واحد اسمه محمود كان جايب حاجات حريمي وقلب نفسه بنت لكذا سبب، اهمهم انه الناس لما بتيجي بتدعم البنات، لا الدعم كله للبنات، فانتوا السبب بجد. هو غلط انه يعمل حاجه زي كده، انا ماسك ايه، هو برضه غلط انه يعمل حاجه زي كده، بس انتوا السبب في انكم تخلوا واحد عنده 18 سنه بدل ما يروح يذاكر او يعمل اي حاجه. يعني هو من جيلي يعتبر، فبدل ما يروح يعمل حاجه مفيده قام رايح عامل ايه، لقى ان في دعم للبنات وفلوس للبنات وكله للبنات، فقام رايح قالب نفسه بنت وعامل بقى فيديوهات. هو بيقول ان اهله ما يعرفوش اي حاجه عن الموضوع، هو عمل كده، اهله ناس محترمين ما لهمش اي دعوه بالموضوع، هو اللي عمل كده عشان خاطر نفسه يتشهر ونفسه في دعم ونفسه في فلوس والكلام ده كله. ففي النهايه انتوا اللي بتشهروا المحتوى الهابط، وانتوا اللي بتشهروا اي حاجه، انتوا اللي بتشهروا العبط، اي حاجه بتتعمل على التيك توك او السوشيال ميديا، اي حاجه عبيطه وهايفه ملهاش لازمه انتوا بتشهروها. وانا بعد كده لما اجي اعمل رياكت على حد مش هجيب اي حد في الفيديو، هجيب الناس بس اللي هي الناس اللي تستاهل، مش هجيب اي حد عشان انا لو جبته فانا كده هكون بساعد في شهرته. الواحد بيتعلم، فانا مش هتعلم في يوم وليله، انا معاكم على اليوتيوب اهو، لسه في البدايه، احنا لسه في البدايه، انا لسه بادئ بقالي شهرين، فيعني عادي انا معاكم لحد النهايه. ولو وصلت اللحظه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ولو مش مقاطع يا ريت تقاطع. وعشان اتاكد انك وصلت اللحظه دي هقول لك على جمله قد كده تكتبها في اخر الفيديو. الجمله دي هتكون لو انت بتحب رونالدو هتكتب CR7، لو انت بتحب ميسي هتعمل M10 ومش عارف كام. فالمهم النهارده فرح رونالدو وجورجينا يا جدعان، الفرحه المنتظره، عمك رونالدو بلاش عمك دي، الاسطوره رونالدو هيتجوز البت جورجينا. فيا جدعان الفرحه المنتظره، فرحه المعلم رونالدو على الست جورجينا. محدش ما العالم يحضر
اللي عارف يعرف اللي مش عارف، واللي مش عارف يعرف اللي مش عارف. الناس كلها تعرف بعضيها علشان رونالدو بيفرح، يبقى احنا لازم نفرح طالما. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. لو عايزين نكمل في سلسلة تقييم مواهب المتابعين، لا لحظة. السلام عليكم يا عم امين، لو سمحت عايز لمبة فينوس الليد. لا انا هديك لمبة ليد هتتعلي عليها، وعلى ضمانتي يا استاذ لماح. اهم حاجة تكون اضاءتها قوية وبتعيش علشان ابني يعرف يذاكر عليها. لا طبعا وهيطلع من الاوائل ده ان شاء الله. ها ايه الاخبار؟ طمني. اول ما خدت اللمبة كان اضاءتها قوية وبتعيش، وبعدها بفترة اضاءتها قلت. لا ولا يكون عندك فكرة، ده انا هديك لمبة المرة دي لمبة حكاية. ايه اللي جاب ده دلوقتي؟ السلام عليكم يا عم امين، يا لو سمحت يا عم امين يا ريت تكون امين وبلاش تغش الناس وتزهقهم في الترشيد، وكمان تضر بسمعة اللمبات الليد. ما هو اصل يا معلم. ها اتفضل يا استاذ لماح، لمبة فينوس الليد وربنا يعوض علينا. دي برضو من ضمن المواهب اللي المفروض كانت تتعرض في الفيديو، فيعني الله العظيم. Wow 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 wow. Could be a chick or two.